السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى؟ النهاردة بإذن الله هنبتدي مع بعض درس جديد وهو بعنوان عصر الدولة الحديثة، أو ممكن كمان نسميه عصر المجد الحربي. في الدرس اللي فات احنا انتهينا إن الملك أحمس هو اللي طرد الهكسوس وقضى على خطرهم تماما بعد أن تتبعهم إلى فلسطين، وانتهى من المشكلة دي أو الخطر ده نهائي. ومن بعدها ابتدى ينظر للبلاد وبيحاول إن هو يعيد الأمن والاستقرار إلى أرجاء البلاد مرة أخرى. مش بس كده، لا، حاول إن هو يعيد تنظيم البلاد ويبدأ عصر جديد سموه عصر الدولة الحديثة، أو ممكن نسميه عصر المجد الحربي أو عصر بناء الإمبراطورية. عصر الدولة الحديثة السنة الأولى بيبتدي من الأسرة 18 للأسرة العشرين. إيه الحاجات اللي بتميز العصر ده، أو إيه أهم الخصائص المميزة لعصر الدولة الحديثة؟ إن هو كان متميز بخمس حاجات: إن في العصر ده كان فيه جيش قوي، إن في العصر ده كان فيه إمبراطورية عظيمة، وكمان الاتجاه كان أغلبه نحو الجنوب، زائد كمان كان في ازدهار حضاري، وكمان ثورة دينية. بالنسبة لأول حاجة وهي وجود جيش قوي. إزاي؟ لأنه تم تطوير الجيش ده وكمان حافظ على النظام والاستقرار الداخلي للبلاد لمصر وحماها من الأخطار والتهديدات الخارجية. اتنين، تكوين إمبراطورية عظيمة. الدليل إن كان في إمبراطورية عظيمة في عصر الدولة الوسطى. الدليل إن الإمبراطورية دي يعني مساحتها كانت كبيرة جدا، مش ما اقتصرتش على مساحة مصر اللي احنا عارفينها، لا ده كمان امتدت في قارة آسيا وأفريقيا، من نهر الفرات في الشمال الشرقي إلى الجندل الرابع جنوبا. وكل المساحة دي كلها كانت بالنسبة لنا اسمها إمبراطورية لمصر في عصر الدولة الحديثة. طب بالنسبة لتالت حاجة وهو الاتجاه نحو الجنوب. طبعا بالنسبة لأن احنا أو في عصر الدولة الوسطى تم إرسال العديد من الحملات العسكرية والرحلات كمان التجارية إلى أفريقيا. بالنسبة لرابع خاصية وهو الازدهار الحضاري. في العصر ده كان في ازدهار حضاري لأن تطورت في الحضارة في كافة المجالات، وأصبحت مصر في مركز حضاري متقدم، وده اداها وجود وتأثير متبادل بينها وبين كل الحضارات في التوقيت ده. خمسة، الثورة الدينية اللي قام بيها الملك أخناتون أو أمنحتب الرابع، اللي دعا طبعا إن هم من يعبدوا إله واحد، والإله ده كان في نظره هو أتون، وكانوا بيرمزوا له برمز قرص الشمس. بالنسبة لأشهر ملوك عصر الدولة الحديثة فهم 7 ملوك. الملك أول واحد هو أحمس الأول، 2 تحتمس الأول، 3 حتشبسوت، 4 تحتمس الثالث، 5 توت عنخ آمون، 6 رمسيس الثاني، 7 رمسيس الثالث. بالنسبة لأول ملك في عصر الدولة الحديثة وهو الملك أحمس الأول، بالنسبة لنا هو طبعا اللي أسس الدولة الحديثة دي. طبعا بالنسبة لفترة حكمه كانت بداية لتاريخ جديد لمصر. طيب ليه؟ الدليل إن فترة حكم الملك أحمس لمصر كانت بداية لفترة تاريخية جديدة جدا لمصر. الدليل إن أصبحت مصر فيها بلد حر قوي عاشت خلالها فترة من الاستقلال والرخاء، لأن احنا فاكرين إن الفترة أو قبل الفترة دي كان في فترة احتلال الهكسوس، ولكن من بعد طرد الأحمس للهكسوس فبدأ تاريخ جديد لمصر. من أهم أعمال الملك أحمس إن هو خد من مدينة طيبة دي عاصمة للبلاد، زائد إن هو اهتم بتأمين الحدود الجنوبية لمصر. الدليل 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 إن الملك أحمس اهتم بتأمين الحدود الجنوبية لمصر. الدليل إن هو بعد أن طرد الهكسوس من مصر توجه نحو الجنوب علشان يقضي على كل الحركات التمرد اللي كانت موجودة في التوقيت ده ويعيد الأمن والاستقرار للمنطقة. مش بس كده، لا، ده الملك أحمس قام بحملة على فينيقيا. ليه؟ علشان يبسط نفوذه عليها، وبكده مهد لتكوين إمبراطورية عظيمة في مصر. طبعا بالنسبة لرابع حاجة بيمتاز بيها أو من أهم أعمال الملك أحمس وهو اهتم بالبناء والتعمير وإصلاح ما تهدم من معابد أثناء فترة احتلال الهكسوس. وبذلك لم يكن عهد أحمس كفاحا مسلحا فقط، بل كانت تتخلله فترات سلم وهدوء. يعني ما كانتش فترة حكم الملك أحمس كانت كلها حروب وتتبع للهكسوس من هنا وهنا، لا ده كمان كان في فترات فيها بناء وتعمير وإصلاح، والفترات دي كان بنسميها فترات سلم وهدوء. بالنسبة لتاني ملك وهو الملك تحتمس الأول،
بالنسبة لمصر في التوقيت ده أو في حكم الملك تحتمس الأول كانت البلد مستقرة داخليا. بالنسبة لأهم أعماله في ظل استقرار البلد، يعني كانت البلد مستقرة، هو كان بيعمل إيه الملك تحتمس الأول؟ كان بيحاول إن هو يتجه للجنوب حتى إن هو أصبحت مدينة نبتة ضمن حدود مصر، يعني ضم نبتة لحدود مصر. زائد إن هو نظم المنطقة كلها من نبتة إلى شمال إدفو، وكل المنطقة دي أطلق عليها أو جعلها وحدة إدارية واحدة بيحكمها موظف، والموظف ده كان بيطلق عليه لقب الابن الملكي لكوش. وانتشرت في المنطقة دي الثقافة المصرية. تالت عمل من أعمال الملك تحتمس الأول وهو إن هو اتجه نحو آسيا حتى وصل لنهر الفرات. بالنسبة لنا نهر الفرات يعني موجود في الشمال الشرقي، وبذلك بسط نفوذه في الجنوب الشرقي وبدأ في تعمير البلاد وساد الرخاء في عهده. رابع عمل من أعمال الملك تحتمس الأول إن هو اهتم بالعمران وتشييد المباني، والدليل على ده إن هو طور معبد الكرنك، وده علشان يكون المعبد ده الرئيسي لمدينة طيبة. فهنا سؤالي بما تفسر اهتم الملك أو طور الملك تحتمس الأول معبد الكرنك ليه؟ ليكون المعبد الرئيسي لمدينة. الملكة اللي بعد كده وهي الملكة حتشبسوت. الملكة حتشبسوت سنة أولى بنعتبرها من أشهر الملكات اللي ظهرت في مصر القديمة أو حكمت في مصر القديمة. فهنا سؤال بما تفسر. تعتبر الملكة حتشبسوت من أشهر الملكات في مصر القديمة، ده بسبب ما قامت به من أعمال في عصر الدولة الوسطى، فقد تميزت بإنجازاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعمرانية خلال فترة حكمها.